السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني. رجعنا لكم بفيديو تاني من فيديوهات المشاكل. مشاكل قناة فضفضة اللي بتيجي على بريد قناة فضفضة. جات لي رسالة بصراحة يعني انا مضايقاني جدا. يعني حالة من الاكتئاب كده، يعني لما يبقى الاهل هم اللي بيعملوا كده، فبتبقى حاجة تكسر النفس، تكسر القلب، وتحسسك انك لا لك ظهر ولا لك سند. الرسالة بتقول: مش عارفة ابدأ ازاي. احنا من بلد ارياف، تعليمي جه بره البلد في القاهرة. سافرت كملت تعليمي، وتقدم لي كمان معيد من الكلية، يعني من الجامعة. والحمد لله اتجوزت. وبعد ما اتجوزته تيجي بقى المفاجأة اني اكتشفت ان عمتي اخت ابويا مطلعه عليا كلام ان انا كنت ماشيه معاه، وكنت بسافر واروح واجي معاه، وسمعتي مبوظه سمعتي، وقايله عليا كلام وحش. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يمكن انا قلت يمكن تكون غيرانه، عشان كده بتعمل كده، عشان عندها بناتها ما كملوش تعليمهم وما تجوزوش. انا والله ما رضيتش اقول لبابايا، علشان بابا بيحبها ومش عايزه اعمل مشاكل في العيله، بس نفسيتي تعبانة قوي وموجوعة منها. انا اول ما قريت الرسالة دي حسيت بطعنة، حاجة كده وجعت لي في قلبي. لما يبقى الاهل، السند، الظهر، العيلة هي اللي تطلع علينا الكلام، هي اللي تخوض في عرضي. لما عمتي اخت ابويا هي اللي تخوض في عرضي، يبقى مستنيين ايه من الناس الغريبة؟ مستنيين ايه ان مثلا واحده جارتي تيجي تقول عليا كلمتين، اروح هيبقى بانهي وش انا هاجي اكلمها او اتخانق معاها؟ عمتي دي اخت ابويا، يعني اسمي زي اسمها، عيلتي هي عيلتها، دمي هو دمها، تربيتي هي تربيتها، يعني احنا واحد. لو انا شرفي وسمعتي باظت، اكيد شرفك وسمعتك وسمعة ولادك وبناتك هتبوظ وهتبقى زي الزفت. غيرت ايه اللي تخلي امي، ما هي العمة ايه غير ام، تطعن فيا بالشكل ده؟ امي اللي اكيد في الارياف بيربوا مع بعض وبيوت عيله، اكيد كان ليها جزء في تربيتي. الطباع بتبقى واحده، التربيه واحده. فما يجيش هي اللي تقول شكلك ايه يا عمتي يا دمي يا لحمي. لما تبقي قاعده كده في وسط الناس وبتقولي بنت اخويا فيها وفيها وفيها وفيها، الناس هتبصلك ازاي؟ الناس هتقول عليكي ايه؟ يعني لما تخوضي في شرف ده، احنا بنقول للناس الغريبة بلاش الخوض في العرض، بلاش نجيب سيرة بعض بالباطل، بلاش نعمل كده في بعض. فما بالك بقى لما تبقى عمتي؟ انتوا متخيلين حجم الكارثة اللي احنا بقينا فيها؟ متخيلين حجم مش قادرة اقول اللفظ اللي المفروض يتقال عليها، غير انها طعنت بنت اخوها في شرفها وعرضها، وطعنت اخوها، وقبلهم طعنت العيلة كلها. طب ما خفتيش ان اخوكي لما يسمع الكلام ده يحصل له صدمة او يتجلط او يموت بسبب الكلام اللي انت قلتيه على بنته؟ طيب فرضنا ان الكلام ده انت اتواجهتي بيه، هتردي تقولي ايه؟ هتردي تقولي ايه؟ هتردي تقولي انا غيرانة من بنت اخويا اللي هي اسمي وعيلتي، اللي بقت معيدة ولا اتجوزت معيد ولا اتعلمت. ده بدل ما تفتخري بيها، بدل ما تحسي ان هي دي المرايه بتاعت العيله، انا ولازم ما كانش ليهم الفرصه انهم يكملوا تعليمهم، لكن بنت اخويا ده احنا يعني ده احنا بنتباهى. مثلا لو عندك بنت خالتك في العيله محاميه ولا دكتوره ولا مهندسه ولا مدرسه، بتقولي ده انا عندي بنت خالتي كذا وكذا وكذا. انت بنت اخوكي بدل ما تفتخري بيها بتسوقي سمعتها. لما برضو الاخ او العم او الخال او الخاله، لما تقعدي كده وتلاقي حد بيقول لك ده حد من اهلك سوق سمعتك، بيقول عليكي. فجئت برضو ان في واحده بتقول لي ان صاحبتها بتشتمها او يعني بتقول لها لفظ مش كويس، فبتعاتبها. فقالت لها ليه ما اهلك بيقولوا عليكي اكتر من كده؟ فيعني طب ازاي اهلي اللي مربيني؟ ما اكيد الناس لازم تصدق، الناس لازم تصدق.
الناس لازم تصدق، لان هيقولك ما هي دي كانت عايشه معاها، شايفاها بتعمل ايه وعارفه تربيتها، واكيد عارفه فين القصور وعارفه فين ان هي فعلا بتعمل كده. طب هي ليها حق بصراحه تتصدم صدمه عمرها، ليها حق تموت من جوه. انا مش عارفه اقول لها تحليها ازاي، بس ما قدامكيش حل. صاحبه المشكله ما قدامهاش حل غير انها تواجه عمتها وتجيب الناس اللي وصلوا لها الكلام وتجيب ابوها وعيلتها وتوقفها عند حدها. ليه؟ عشان ده شرف وعرض. مش خبطتيني في كتفي ومشيتي، ده انتي بتسوقي سمعتي، بتطعنيني في عرضي وشرفي وشرف عيلتي. مهما كنتي لازم اوقفك عند حدك. بس هي الفكره كلها اللي وجعاني انا كزينب، ان عيلتك هي اللي تطلع عليكي كده، سواء عند صاحبه المشكله دي او عند غيرها. ليه وصلنا للمستوى المنحدر ده؟ ليه وصلنا للتدني ده؟ ليه وصلنا ان العيله هي اللي تشوه سمعه ولادها، مش هي اللي تحافظ وهي اللي تدور وهي اللي تطبطب وهي اللي تقف وتبقى ظهر وسند؟ يعني انا بدل ما اروح اقول لعمتي ده فلانه بتقول عليا وبتقول عليا وخدي لي حقي، اروح اجيب ابويا عشان ياخد حقي من عمتي؟ حقيقي حقيقي زمن العجايب، زمن العجايب. انا مش عارفه يعني اقول اي صفه للوضع اللي احنا بقينا فيه، غير ان احنا لينا ربنا، زي ما بيقولوا حكايتنا على الله. ربنا يرحمنا من عنده ونرجع تاني لاخلاقنا والاصول. وبعدين الصدمه كلها بالنسبه لي يعني الارياف، فلاحين، الناس اللي بتدور على القيم والاصول والاخلاق والمبادئ، وبحس في تصرفاتهم كده ان هم لسه محافظين على الشكل ده وعلى الاخلاق دي وعلى المبادئ دي وعلى الدين وعلى الاصول وعلى العيله. فتطلع منهم حاجه زي كده، كانت صدمه كبيره بالنسبه لي. يعني يمكن احنا في المدن احنا يعني ايه اقول لك ايه، عادي بنشوف حاجات زي كده كتير. بنحسها انها قله قيمه وانها تدني اخلاق وان ما عادش فيه اساسا الاصول، بس يعني خلاص هي انتشرت. بس مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. وبعيد عليكي تاني يا صاحبه المشكله، لازم توقفيها عند حدها، لانها بعد كده هتخوض في حاجات اكتر من كده. لازم توقفيها عند حدها. ويا ريت العيله تحترم بعضها ونرجع لعاداتنا وتقاليدنا وديننا واخلاقنا ومبادئنا والاصول. ويا رب تكونوا سعداء كلكم يا رب، ويا رب بيوت المسلمين كلها تفضل عمار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.